مساء الخير جميعا. سيادة المطران مار أبرس السامي الوقار راعي أبرشية دهوك ونينوى لكنيسة المشرق الآشورية، حضرة الخور أسقف الأب يوسف ياقو راعي الخورنة المحترم، حضرات الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات الفاضلات والشعب المؤمن، نرحب بكم اليوم بافتتاح اليوم الأول لمهرجان عيد الصليب المقدس. الصليب هو العلامة التي بها انتصر المسيح على الموت وفتح لنا باب الحياة الجديدة. الصليب ليس مجرد خشبة، بل هو رمز المحبة والفداء وذكرى رجاء يرافقنا في مسيرة إيماننا. في هذا العيد المبارك نتأمل كيف حول الله أداة الألم إلى ينبوع خلاص، وكيف يدعونا الصليب إلى الثبات في الإيمان والمحبة. والآن فليتفضل الخور أسقف الأب يوسف ياقو راعي الخورنة لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. سيدنا العزيز مار أبرس الجزيل الاحترام، آبائي الكهنة الأفاضل، أحبائي الحاضرين، إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا العيد المبارك، عيد ارتفاع الصليب المقدس. إن الصليب الذي نحتفل به اليوم ليس مجرد خشبة أو علامة، بل هو رمز المحبة والفداء، وهو جسر الرجاء بين الأرض والسماء، وعنوان الغلبة على الخطيئة والموت. في الصليب نرى نور القيامة، وفي ظله نجد قوة التمسك بالإيمان والثبات في الرجاء والعمل بالمحبة. اليوم نجتمع حول الصليب كعائلة واحدة، ونحن نرفع عيوننا إلى الصليب، نرفع معها قلوبنا بصلاة كي يبارك الرب عائلاتنا وبلدتنا وكنائسنا، ويمنح العالم كله سلاما حقيقيا. وليكن اجتماعنا في هذا المهرجان مناسبة لتجديد إيماننا وتعميق وحدتنا وتعزيز المحبة بيننا. وأيضا لديكم سلام خاص وبركة من سيدنا آزات شابة الذي اعتذر عن الحضور بسبب السفر خارج القطر، باسم لجنة المهرجان واللجنة الثقافية ولجنة الخدمة. نرحب بكم جميعا أبناء البلدة وضيوفها الكرام، شاكرين حضوركم ومشاركتكم التي تزيد هذا العيد فرحا وغنى. نسأل الرب أن يكون هذا اللقاء مناسبة للبركة ولتعزيز روابط المحبة والأخوة بيننا، ولتجديد إيماننا بالصليب الذي به خلص العالم. أعاده الله علينا جميعا بالخير والنعمة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. شكرا جزيلا أبونا، ما سمعنا أي صفقة قوية لأبونا يوسف. الصليب مسرة الآب ومجد الابن وتهليل الروح وفخر الرسول القائل: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الصليب هو مفتاح باب السماء الذي يحل قفل الخطيئة ويحل غال الموت. يشرفنا اليوم أن نرحب بسيادة المطران مار أبرس ليلقي لنا محاضرة بعنوان الصليب بحسب كتابات مار أفرام. نبذة شخصية بسيطة عن سيدنا. أكيد اسمه المدني إن صح التعبير هو تياري جونسون أوي شالم، والاسم الأسقفي هو مار أبرس يوخنا، من مواليد أربيل 19/10/1978. مؤهلات سيادته وشهاداته: بكالوريوس في اللاهوت من كلية بابل للفلسفة واللاهوت في بغداد 2006. أيضا بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد سنة 2007. ماجستير في اللاهوت الأخلاقي من أكاديمية الفونسيانا التابعة لجامعة اللاتران في روما سنة 2011. أيضا دكتوراه في اللاهوت الأخلاقي من الأكاديمية نفسها بامتياز من روما 2016.
أكيد هناك خدمات روحية وعلمية كثيرة. خدم كاهنا في كنيسة مار يوحنا في عنكاوة أربيل منذ 3/5/2016 وحتى تاريخ رسامته الأسقفية، ورسم أسقفاً في أربيل ومساعد بطريركي لكنيسة المشرق الآشورية منذ 7 آيار 2017، وعين أسقفاً لديانا وكركوك منذ سنة 2021 ولغاية سنة 2023. وحالياً سيادته هو أسقف دهوك ونينوى منذ 1/10/2023. يدرس في كلية بابل للفلسفة واللاهوت مادة اللاهوت الأخلاقي الأساسي، وأيضاً يدرس سيادته اللاهوت الأدبي في كلية نصيبين في أستراليا تعليماً عن بعد. أكيد فليتفضل مشكوراً لنغتني من سيادته. شكراً جزيلاً سيدنا. مساء الخير جميعاً. بسم الله والابن والروح القدس، آمين. آبائنا الأعزاء، أخوات الراهبات، جميع الحضور، مساء الخير عليكم جميعاً، وشكراً جزيلاً أبونا على هاي الدعوة، وأشكر أكيد سيدنا أزاد وإن غايب لهاي الدعوة وعلى هذه الفرصة اللي صار لي زمان بالحقيقة ما مقدم أي محاضرة لايف وبحضور شعب، لذلك طولوا بالكم شوية وياي. راح نتحدث أكيد عن الصليب حسب كتابات مار أفرام. راح أعرج همين على بعض الآباء مرات، لكن التركيز كله حيكون على مار أفرام. لكن كبداية أنه حتى نعرف أنه إحنا بدينا هسه أو راح ندخل زمن الصليب بعد كم يوم، أنه كيف هاي الفترة من التقويم الكنسي له بعد أواخري. إحنا الأحد الماضي بدينا زمن مار إيليا اللي هو بالحقيقة زمن من المفروض أن يتحقق ولكنه غير متحقق بعد، وبعدين راح يجي حسب كلام الإنجيل مثل ما ربنا قال أنه من المفروض أن إيليا يأتي أولاً ثم المسيح، فإيليا إجا أولاً بعدين راح يجي المسيح اللي هو الصليب، واللي هو زمن بعده غير متحقق لكنه نؤمن أنه راح يتحقق. لذلك الصليب له بعد أواخري. بعد أواخري يعني أنه بعد نؤمن أنه راح يصير لكنه ما صاير لحد الآن. ويمكن لهذا يسمونه أيضا بكتاب الحضرة أو الخضرة لما يقولون أو يسمون الصليب أو يصفون حضور الصليب بصليوة دنح أو صليوة دنخ، ظهر الصليب، وكأنه هو الظهور الثاني. اللي كان الظهور الأول لما المسيح بيعيد الدنح اعتبر هذا الظهور الأول للمسيح والظهور العلني لربنا. الظهور الثاني هو لما يرجع مرة ثانية، واللي دا يمثل هذا العيد اللي هو عيد الصليب. الصليب اللي كان بحسب الشريعة اليهودية كان سبب لعنة، مثل ما يقول بولس في غلاطيا: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، في غلاطيا 3:13. منين جاي بولس هذا الكلام؟ بطبيعة الحال من العهد القديم في تثنية 21:22 إلى 23 يقول: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. الصليب كان علامة لعنة، كان علامة نجاسة، لأنه عليه يعلقون الأموات، وكان بطبيعة الحال أداة تعذيب وقتل.
لكن في المسيح هذه الأداة تحولت إلى أداة حياة وإشارة إلى الخلاص الذي منح للبشرية من خلال من صلب عليه. لذلك الصليب يحتل مكانة بالغة الأهمية في اللاهوت الآبائي عند الآباء عموما، إذ تتجلى فيه جميع جوانب اللاهوت، وبصورة خاصة يحتوي الصليب على أسرار القيامة. الموضوع راح أقسمه على 3 أقسام. أحاول. القسم الأول حيكون لأنه بدنا نتحدث عن الصليب، والصليب له البعد الأسراري، فراح أقسمه على الماضي اللي كان مار أفرام دا يأخذ من العهد القديم، وعلى الحاضر لما نتحدث عن العهد الجديد وعن الكنيسة، وبعدين عن البعد الأواخري اللي هو القادم اللي ما متحقق بعد. هيك يعلق مار أفرام على سبب موت المسيح على الصليب. يقول في شرحه لإنجيل الدياتصرون: ومات موت الصليب لكي يرسم فيه سر، أي إنه بموته سيقوم كل من يموت، لأنه حتى عند صلبه كان واقفا. كان الصليب حاضر في حياة البشرية منذ بدء الخليقة حسب مار أفرام. وفي الواقع كل الآباء المشرقيين يرون أن الخلق والصلب هما وجهان لعملة واحدة، لأنه بالنسبة لهم الصلب هو تجديد الطبيعة البشرية وعودتها إلى أصلها قبل سقوط آدم. وهذا ما نجده بطبيعة الحال في كتابات العديد من الآباء، وخصوصا في كتابات مار أفرام. لذلك استنادا إلى الفصول الأولى من سفر التكوين، مار أفرام دا يسوي مقارنة متناقضة إن صح التعبير بين الصلب وبين الفردوس، أو الفردوس الأرضي. في الفردوس عندنا حالة السقوط، في الصلب هناك القيامة، هناك عندنا آدم، هنا عندنا المسيح، هناك أكو حواء، هنا عندنا مريم، هناك عندنا شجرة والثعبان، شجرة معرفة الخير والشر، وهنا عندنا خشبة الصليب. عندما خلق الله جنة عدن مسكنا لآدم، غرس في وسطها شجرة المعرفة، معرفة الخير والشر، وشجرة الحياة كلنا نعرفها. ولأن صليب يسوع كان أيضا من الخشب، فإن هاتين الشجرتين اللي هي معرفة الخير والشر وشجرة الحياة تمثلان نموذجين مثاليين للصليب، إلا أن اقتصار النموذج على مادة الصليب وحده لا يكفي. المقارنة ما راح تصير فقط على التقاء المادتين إنه اثنيناتهم خشب، لأنه أكو عوامل أخرى تسهم في هذا التشابه. هناك نموذج للتباين بين الاثنين، فحقيقة أن الموت دخل أو حل بنا بتناول ثمرة شجرة المعرفة تجعل تلك الشجرة نموذجا للصليب الذي به غلبنا الموت وحققنا الحياة الأبدية التي لا تأتي إلا من شجرة الحياة. لذلك قصة الخلق ألهمت مار أفرام، وسقوط البشرية معها بسبب معصيتها ألهمت الآباء المشرقيين، وخصوصا مار أفرام في تناولهم للصليب ولخلاص العالم عموما. بخصوص قصة الخلق فقط ملاحظة: الآباء كانوا يعتبرون الخليقة المخلوقة، الطبيعة اللي نشوفها يوميا، هي كتاب مقدس غير مكتوب وإنما مخلوق. لذلك وهذا كان موجود بالحقيقة، كانت فكرة يهودية أيضا، لأنه هم بعدين فسروا المزمور 148 اللي هو سبحوا الرب من السماوات، شباخ المريا من شمية، شبخوا بمرومة، شبخوا. كان هذا المزمور 148 مزمور التسبحة، فسروه على أنه
لأنه دا يذكر تقريبا كل الخلائق، قسموا هذه الخلائق إلى 22 صنف على أعداد الأبجدية العبرية، واللي هي بعدين أيضا أبجديتنا إحنا 22. وكأنه الله لما كان دا يخلق بالحقيقة كان دا يكتب، فسموه هذا الكتاب المقدس الغير المكتوب أو غير المكتوب بالحبر. هيك بعدين راح يسميه مار إسحاق النينوي، حيقول ربنا كتب الكتاب المقدس مرتين، مرة بدون حبر عندما خلق الخليقة، ومرة ثانية بالحبر لما أعطانا الكتاب المقدس. لذلك الخليقة هي بالحقيقة أيضا رسالة اللي من خلالها نقدر نفهم الأسرار الإلهية اللي هي موجودة أو محفوظة داخل الخليقة. كانت أحداث الصليب لإعادة الطبيعة البشرية إلى مجدها قبل السقوط مثل ما قلنا، وإذ يضع أفرام هذا في اعتباره يطلق العنان لخياله. مار أفرام هو شاعر، بالإضافة إلى كون لاهوتي، بالإضافة إلى كون رجل صلاة، هو شخص شاعر يكتب، يتخيل، يفسر. فيطلق العنان لخياله في التأكيد على دور شجرة المعرفة، معرفة الخير والشر، في جلب الموت للبشرية. وبما أن هذه الشجرة من خشب فإن الخشب مرتبط بالموت، وبالتالي فإن التغلب على الموت يجب أن يتم بالخشب أيضا. فيقول مار أفرام: للخشبة الأولى التي صارت قاتلة أنجبت النعمة ابنا، يا صليب ابن الخشب الذي حارب أباه، أصبح الخشب ينبوع الموت، أصبح الصليب ينبوع الحياة. الخشبة الأولى أنجبت الخشبة الثانية اللي هي الصليب، لكن الخشبة الثانية حاربت الأولى، حاربت الأب اللي هو شجرة معرفة الخير والشر اللي كان هو سبب الموت، لكن ابن هاي الخشبة اللي هو الصليب صار هو ينبوع للحياة. يواصل أفرام هذا التباين الرمزي بين الشجرة والصليب، موضحا ما يقدمه كل منهما لأبيه الخشبة، ويضيف قائلا: الابن الذي ولد للموت انفتحت كل الأفواه لتلعنه، ابتلع أجسادا وأرواحا وضاعف عار أبيه. الصليب محول توبيخ أبيه الخشبة الأولى. كان الابنان دائما كما كانتا الأمان اللتان ولدتاهما. العجل الذي ولدته النار أشعل نارا في وسط الشعب. الصليب ابن النعمة وزع عطايا صالحة على جميع المخلوقات، يقول في أناشيد نصيبين. في هذين المقطعين مار أفرام يتناول مصير هذين الابنين اللي جايين من الخشب، ولدانين من الخشب تجاه أبيهما. الابن الأول هو شجرة المعرفة، المادة الأساسية الوالد هو الخشب أو الخشبة. عند ابنين، الابن الأول هو شجرة المعرفة، معرفة خير والشر، اللي لعن من كل الأفواه. وبهذه النعمة أو اللعنة العفو يشير أفرام بوضوح إلى ما ورد في تثنية، النص اللي قرأناه قبل شوية، أن كل من علق على خشبة يكون ملعونا. فهذه الشجرة الملعونة جلبت العار على أبيها الخشب الذي أصبح سبب موت للأجساد والأرواح، بينما الصليب وهو الابن الثاني للخشب رفع لوم أبيه الذي لم يعد يهان ولا يلعن، بل أصبح بالأحرى سببا للفخر وفقا للقديس بولس أيضا. ولكون الصليب من الخشب اللي له أهمية كثيرة أو كبيرة لدى مار أفرام، ولتوضيح دور مصدر الصليب ضرب مثالا من سفر الخروج اللي سمعنا لما دا يذكر عن العجل الذي ولدته النار، اللي تشكل بإلقاء الذهب اللي كان عند الشعب
لما أشعل نارا في وسطهم. هذه النار الثانية هي إشارة إلى غضب الله ليحرق عليهم. لاحقا تحول هذا الغضب إلى قتل 3000 من بني إسرائيل مثل ما نعرف، ولأن الصليب هو ابن النعمة فهو يوزع عطايا الخير على الخليقة كلها. أو كما يقول مار أفرام فإن خشبة الصليب هي التي سددت الديون، أو احنا نسميها الخوبة أو الحوبة أو الذنوب، الديون التي اكتسبها آدم بخشبة الشجرة. لما يشرح أيضا الدياتصرون يكتب: بفضل الخشبة وقعت البشرية في الديون أو الذنوب، ولذلك عندما جاء ربنا برأهم من خلال الخشبة. لذلك الخشب ليس فقط مصدر موت، بل هو نفسه الثمرة التي بها يستمر الموت في القتل. فيضيف مار أفرام: بالنصر كنت أحكم على الجميع، فكيف يغلبني صليبك؟ ها أنا ذا بالخشب نجحت وغلبت كل شيء في الماضي. فإذا الخشب كان أداة للموت ليحكم على الجميع، لذلك لم يزل الصليب الخشب كأداة للموت فقط أو فحسب، بل تغلب أيضا على الموت نفسه الذي سيطر على البشرية بتناولها من ثمر الخشب. ليش احنا بدنا نستعمل؟ فقط نتوقف قليلا انه حتى لا نتشوش كثير، لانه اكو هوايه صور عند مار أفرام. بس ليش كل هاي الصور؟ الصور مهمه جدا للتعبير عن حقائق الايمان، لانه حقائق الايمان عندها البعد الاسراري، والاسرار من الصعب التعبير عنها من خلال لغه علميه او فلسفيه، لأنه هاي اللغة تحتاج إلى تعريف المصطلحات، ولما نعرف المصطلحات حنكون دا نحددها. السر ما ممكن أن يتحدد، لذلك دا يحاول مار أفرام أنه يحوط قدر الإمكان، ما راح يقدر يحدد، وإنما يحوط قدر الإمكان حتى يعطي المعنى العميق لهذا السر. لذلك لما دا يتحدث عن الصليب، وبالحقيقة أنا اختصرت كثير من كتابات مار أفرام لأنه ما جبت كل شيء، أو عند الآباء اللي هم كاتبين عن الصليب، لأنه أكو هواية كتابات عن الصليب، هواية صور عن الصليب، لأنه هو عنده البعد الأسراري. حيكون أنه أكو دائما كلام نقدر نقوله عن هذا السر، ما راح نتحدد، ما راح نخلص من الكلام لما نحكي عن السر. لذلك اللغة الشعرية واللغة اللي بيها الرموز هي اللغة الأسلم أو الأفضل للتعبير عن الحقائق الإيمانية. لذلك راح نبدي شوية ندخل في كتابات مار أفرام حتى نشوف إنه شلون دا يستخدم صور العهد القديم ودا يقراها على ضوء إيمان المسيحي، هو على ضوء إيمان العهد الجديد، إيمانه بالمسيح. الصورة الأولى هي الصليب وشجرة الحياة. بالنسبة للآباء المشرقيين، شجرة الحياة التي غرست في الفردوس وحرسها الكروبيم بعد سقوط آدم هي حقيقة واقعة، كما هي بقية قصة الخلق. هذه الشجرة هي رمز للمسيح والصليب. الجواب على سؤال لماذا غرست شجرة الحياة ولماذا حرم آدم منها موجود في تفسير مار أفرام لسفر التكوين. كان قصد الله، بالحقيقة هي فعل رحمة من الله، كان قصد الله ألا تتحول هذه الهبة اللي هي شجرة الحياة، اللي كان إذا الإنسان أكل منها راح يحيا إلى الأبد، كان قصد الله أن لا تتحول هذه الهبة المحيية التي كانوا سيتلقونها من شجرة الحياة إلى بؤس وأذى أكبر مما اكتسبوه من شجرة المعرفة. فمن شجرة المعرفة اكتسبوا آلاما زمنية،
بينما شجرة الحياة كانت ستجعل تلك الآلام أبدية. من شجرة المعرفة يكتب مار أفرام نالوا الموت الذي سيحررهم من قيود آلامهم. الموت هو تحرير من الآلام اللي اكتسبناها من أكل الثمرة، بينما شجرة الحياة يكمل مار أفرام كانت ستبقيهم مدفونين طوال حياتهم تاركين إياهم يتعذبون إلى الأبد بآلامهم. لذلك لم يسمح لآدم بالأكل من ثمرة شجرة الحياة بعد سقوطه لئلا يعيش حياة آثمة إلى الأبد. فهل كان له إذن حق في الوصول إليها قبل أن يأكل من شجرة المعرفة؟ هذا السؤال الثاني. يشير مار أفرام إلى أن الله خلق شجرة الحياة وأخفاها عن آدم وحواء، لأنه مع أن الله قد وهبهما كل شيء آخر بنعمته إلا أنه أراد وبدافع العدل أن يمنحهما الحياة الخالدة التي تمنح بالأكل من شجرة الحياة. كان مطلوبا منهم اجتياز التجربة ومقاومتها برفض عرض الحية، ونتيجة لذلك لكانوا قد كوفئوا بثمرة شجرة الحياة كما يقول مار أفرام. يكمل لأنه لو رفضت الحية مع الخطيئة لكانوا قد نالوا ثمرة شجرة الحياة ولما حرموا منها. من الأولى لاكتسبوا معرفة لا تخطئ، من الثانية لنالوا حياة خالدة. لكانوا قد اكتسبوا الألوهية في البشرية، ولو اكتسبوا بذلك معرفة لا تخطئ وحياة خالدة لكانوا قد اكتسبوها في هذا الجسد. لكن بما أن الأحداث سارت بشكل مختلف فقد منعهم الله من تناول شجرة الحياة، لأنه لم يكن من المناسب أن تقدم لهم حياة سعيدة في أرض اللعنات أو أن توجد الحياة الأبدية في العالم الزائل. لذلك كانت مش حل المشكلة لخطيئة الأبوين الأولين وموتهما أن الله أرسل ابنه الوحيد ليمنح الحياة الأبدية لمن خلصهم بصليبه. فالمسيح إذن هو شجرة الحياة، وقد لعب هذا المفهوم دورا هاما في المسيحية المشرقية. يكتب مار أفرام في أناشيده عن الكنيسة: شجرة الحياة هي رمز ابن الحي، المسيح ابن الحي. وفي تراتيله أو أناشيده عن الفردوس يقارن مار أفرام بين كنيسة آدم وحواء الأولى في الفردوس وكنيسة الأمم الثانية التي ولدت كثمرة للصليب. يقول: غرس الله الجنة الجميلة وبنى الكنيسة الطاهرة، وعلى شجرة المعرفة أسس الوصية، ومنح الفرح فلم يلذوا، ووعظ فلم يخافوا، وغرس في الكنيسة الكلمة التي تبهج بوعودها وتخيف بتحذيراتها. فمن يحتقر الكلمة يهلك، ومن يتقبل التحذيرات يحيا. وجماعة القديسين تشبه الفردوس، ففيه يقطف كل يوم ثمرة من يحيي الجميع، وفيه يا إخوتي يداس عنقود العنب ليكون دواء الحياة. الثعبان مقعد ومقيد باللعنة، بينما فم حواء مختوم بصمت نافع، ولكنه يعيد أيضا عزف القيثارة لتسبيح خالقها. هنا المسيح الكلمة في قلب الفردوس، مانحا جسده، يمنح جسده ثمرة حياة، ودمه دواء لها. وبما أن ثمرة الحياة وعد بها من شجرة الحياة، فالمسيح إذن هو شجرة الحياة من خلال منح جسد ودم. وقد فتح هذا التشبيه للمسيح بشجرة الحياة الطريق أمام تشبيه المسيحيين بأشجار الفردوس، حيث ينالون الحياة الأبدية من ثمرة
شجرة الحياة. وبعد أن علمنا أن شجرة الحياة بحسب الآباء المشرقيين هي المسيح، راح نشوف كيف تعتبر رمزاً للصليب. خلق الله شجرة الحياة لكنها أخفيت عن آدم ولم تظهر إلا في وقت الصلب. يقول مار أفرام: حزنت شجرة الحياة حزناً شديداً عندما رأت آدم يخطف منها، فغرقت في الأرض العذراء البتولة واختفت لتنبثق وتعاود الظهور على الجلجثة، فلجأ إليها البشر كالطيور المطاردة لتعيدهم إلى موطنهم. طرد المطارد بينما الحمامة المطاردة تقفز الآن فرحاً في الفردوس. في أناشيد عن البتولية. الصليب إذن هو شجرة الحياة التي يقدم ثمرها للجميع. هذا التصنيف يظهر في خطين متوازيين. الأول إنه شجرة الحياة والصليب كليهما سبيلان لنيل الحياة. الخط الثاني أن كليهما شجرة الحياة والصليب أدى إلى نتائج معاكسة لما خلق له، لأن شجرة الحياة غرست لتعطي الحياة الأبدية، لكنها جلبت الموت على آدم لما حرم من هذه الشجرة. والصليب اللي كان عقاب وسبب للموت أصبح مصدر للحياة. لا شك هنا في أن شجرة الحياة هي الصليب الذي نصب على الجلجثة وأعاد البشرية إلى مكانها اللائق في الفردوس. وراح نشوف همنا بعدين كيف يمكن اعتبار الصليب تحديداً المفتاح اللي بيه نفتح باب الفردوس. النقطة الثانية: الصليب كحدث أسراري. بدأنا بالماضي، هسه رح نجي إلى الحاضر، إلى حياة الكنيسة، إلى حياة الأسرارية اللي ينطيها الصليب لنا. عمل الصليب الخلاصي لا ينتهي على الجلجثة، لأن الجلجثة ليست سوى الجانب التاريخي للصليب، ولو أنه عمله انتهى عند الجلجثة لما استفاد منه إلا القليل، ولجعل عمل الصليب في متناول الأجيال الأخرى سواء قبل الجلجثة أو بعدها. أكد الآباء المشرقيين على قدسية الزمن حتى يجعلون عمل الصليب أنه يكون في متناول كل الأجيال. هذا المفهوم يسمح للآباء بربط الصليب بجميع الأجيال الماضية الحاضرة اللي راح تجي، ووفقا لهم يستمر الصليب في العمل فينا حتى النهاية. نلبسه فيصبح رفيقنا الأبدي، نشعر به في جميع جوانب حياتنا اليومية، بل يصبح كل شيء في حياتنا، فلا يرى فينا سوى الصليب. هذه الأهمية تأتي ليس فقط بسبب استمرارية الخلاص اللي هي الماضي والحاضر والمستقبل، لكن أيضا لأن الصليب بالنسبة للآباء هي حقيقة روحية غامضة ترافق المسيح القائم من بين الأموات، وتتشابه أيضا مع قوة المسيح الخلاصية. بالإضافة إلى هذا يشار إلى الصليب بالمسيح نفسه أيضا. يصف مار أفرام اسقفه أحد الأساقفة في نصيبين كان اسمه إبراهيم، فيكتب في وصف الأسقف: كان صليبه في قلبه، ومن تأمل لرأى الصليب فيه، كان يمشي وهو مصلوب. في أناشيد سليمان هناك صورة مشابهة أيضا تصور البشر حاملين للصليب، عايشين الصليب، يمدون أيديهم فيشكلون بأجسادهم شكل الصليب.
لذلك نقرأ في الأناشيد: مددت يدي وسبحت الرب لأن مد يدي علامة على امتداد الخشبة المستقيمة، يقول النشيد. لذلك يستخدم أفرام أيضا هذه السورة للبشرية، وهي تخلق على شكل صليب لاتهام اليهود بعدم الإيمان بالصليب رغم وجوده الدائم في حياتهم. وجود الصليب في حياتنا ليس دائما صورة إيجابية أو دائما وجود إيجابي، بل أيضا قد يكون إشارة إلى العديد من المشاكل والاضطهادات اللي نواجهها. لذا فيما يتعلق بحياتنا الحالية ينظر إلى الصليب بطريقتين مختلفتين: طريقة إيجابية اللي هي تلخص كل البركات اللي ننالها من الصليب، وطريقة سلبية تشمل كل التضحيات اللي نقدمها من أجل إيماننا. ما هي بركات الصليب؟ في المعمودية المؤمنون يلبسون الصليب ثم تبنى معه علاقة أبدية. يصبح الصليب الوسيلة التي ننال بها البركات التي وعد الله بها، حتى تلك البركات التي وعد بها آباء العهد القديم تتحقق وتكتسب بقوة الصليب. فيقول أفراهات: البركات الروحية التي وعد بها إبراهيم وزعت على الأمم بموت المسيح على الصليب، يقول في البينة الثامنة. تغطي بركات الصليب جميع جوانب حياتنا وخاصة الجانب الروحي منها. لذلك مار نرساي يحاول شرح هذه البركات من خلال دور الصليب في الكنيسة، فيرى في الصليب وسيلة لتقديس الأمم وتكريسها كأمة للملك العظيم. فبالصليب يختم جميع الناس في المعمودية، وبه أيضا يختم الكهنوت لإتمام الأسرار المقدسة، وتمتلئ المقدسات بالروح القدس لأنها مختمة بالصليب. يقدس الصليب أسرار الكنيسة لتقديس البشر وتكريسهم. ويختتم نرساي حديثه بوصف الصليب خاتم إيماننا ويكتب: صليب يسوع هو خاتم إيماننا الذي به تم تدبيره الإلهي لخلاصنا. لكن هناك بعض المميزات اللي ممكن نتوقف عندها. هناك صورة الصليب كحامي، الصليب اللي يحمينا من الخطيئة ومن الأعداء الروحيين والماديين على جميع اللي هي هاي الصورة مهيمنة على جميع كتابات الآباء المشرقيين عن الصليب. تتعلق هذه الحماية في المقام الأول بالمؤمنين الأفراد، كل واحد من عندنا. في عظاته يقارن مار أفرام على نحو متناقض بين عصا موسى اللي كانت تحمي اليهود والصليب الذي يبسط جناحيه في الكنائس محلقا فوق المصلين ويحميهم. وهكذا يصبح الصليب عونا ننال به عونا سماويا في تطهير نفوسنا من الرذيلة والتعدي المكروهين. فيكتب مار أفرام: أصبح الصليب الذي خلص جنسنا مصدر عون نحوه نركض ونطهر نفوسنا من الأوساخ. هذا المصدر للعون والتطهير ليس فقط علاج لنفوسنا، بل هو أيضا ملجأ يحمينا من ارتكاب الخطيئة. هذه طبعا مفاعيل الصليب بدنا نتحدث عنها. نلجأ إلى الصليب إذا أردنا الحماية من إغراء ارتكاب الخطيئة التي لا تصل إلى الصليب الذي غلبها. فيصف مار أفرام نفسه بأنه طائر يهرب إلى عش الصليب حيث لا تصل إليه الخطيئة. يكتب مار أفرام: أهرب إلى عش صليبك لأن الحية لا تستطيع الاقتراب منه. يا رب، أهرب من معصيتي كحمامة تهرب من الشبكة،
لأستقر على صليبك حيث لا يستطيع التنين الوصول. لذا تهرب النفس من الحياة الأرضية حيث تجرب كل لحظة وتستقر على الصليب، لأن خطيئتها لا سلطان لها على الصليب. وهكذا تكون النفس كالحمامة التي تهرب من شبكة الصيادين، حيث يكون احتمال الوقوع في الفخ كبيرا، وتطير إلى مكان آمن لا يمسكها فيه أحد. ولما النفس تهرب أو تلجأ إلى الصليب فإنها لا تكون فقط محمية من الخطيئة، بل تخشى الخطيئة نفسها، لأنها تحمل في ذاتها قوة الصليب. النفس راح تبدي تخاف من الخطيئة لأنه تحمل قوة الصليب. وهذا يعني أن النفس متحدة بالرب، لأن الصليب هو عربة أعضاء جسدنا التي يتجلى فيها مجد الله. يكتب مار أفرام في أناشيد الكنيسة. لكن حماية الصليب لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تمتد إلى المجتمعات أيضا. ففي الكنائس في الأديرة على وجه الخصوص يظلل الصليب المقام المؤمنين ويحميهم من الخطيئة والشر. لذلك يشبه مار أفرام الكنيسة بما فيها من صليب بجماعة بني إسرائيل في البرية حين كانت عظام يوسف في وسطها، ويجري مقارنة بين عظام يوسف اللي كانت بين بني إسرائيل والصليب. تتذكرون لما في خروج 13 أنه موسى أخذ عظام يوسف أيضا، أنه لأن يوسف كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. كان يوسف وصى أنه تطلعون عظامي أيضا لما تطلعون من مصر. فموسى أخذ العظام مال يوسف أيضا. لذلك 40 سنة بقت هاي العظام مع بني إسرائيل إلى أن دخلوا إلى أرض الميعاد. لكن وفقا لشريعة موسى من يلمس ميتا يكون نجسا، لكن عظام يوسف كانت بين بني إسرائيل 40 سنة خلال رحلتهم إلى أرض الميعاد. وبالمثل فإن الصليب الذي كان رمزا للعار موجود الآن في الكنيسة لحماية أبنائها وبناتها في رحلتهم إلى الفردوس. هناك كانت رحلة إلى أرض الميعاد، أخذوا معهم عظام يوسف، هنا حاملين معنا الصليب في رحلتنا نحو الفردوس. تأثير الصليب في حياتنا لا يظهر فينا كأفراد فحسب أو داخل الكنيسة، بل يلمس أيضا في مجتمعات الشعوب كالمدن، لأن حياة المؤمنين هي واحدة في كل مكان وزمان. لذلك يتوسل أفرام إلى الصليب ليبدل مرارة وثنيه حاران إلى حلاوة الإيمان. يكتب في أناشيد نصيبين: لأن الصليب في الماضي كان يحلي ماء مرة ليشرب منه بنو إسرائيل. هاي في خروج 15. إن حماية الصليب وعمله في المدن ليست حماية روحية فحسب، فوفقا لأفرام الصليب هو حامي المدن المؤمنة من أعدائها العسكريين أيضا في حالات الحرب. هذا ينطبق على مدينة نصيبين اللي هو كان عايش بها، التي هوجمت عدة مرات عندما كان أفرام لا يزال يعيش فيها، حتى أنه شارك في الدفاع عنها بالوقوف على سورها والدعاء لله. وينسب أفرام مقاومة نصيبين إلى قوة الصليب، فيكتب: لمدة 30 عاما ناضلت بلاد فارس بكل ما أوتيت من قوة، لكنها لم تستطع غزو حدود تلك المدينة، حتى عندما كانت ضعيفة ومنفتحة جاء الصليب وأنقذها. لذلك انتصار نصيبين على أعدائها الذي تحقق بالصليب يعطي مار أفرام أملا بأن الصليب قادر أيضا على شفاء الانقسام الذي سببته البدعة بين سكان نصيبين. لذلك استذكر ذلك النصر
ويسأل الرب أن يشفي تلك الانقسامات بقوة صليبه الذي صالح في الماضي بين المجموعتين اليهود والوثنيين. وفي نشيد آخر يكتب: يا رب دع صليبك الذي صمد في وجه انشقاق المكشوف يثبت الخفي أيضا، فبدلا من الغرباء شقني أهل الداخل، سمع مضطهدية على أسوار صلواتي، أخزيت الشمس مع عابديها لأني بصليبك انتصرت. يكتب في أناشيد نصيبين. هذه بعض البركات، بعض المفاعيل اللي يمتلكها الصليب، اللي هي تدريجياً تنتقل من الفرد إلى الكنيسة إلى المجتمع إلى المدينة، وبكل مفاعيل الصليب اللي يملكها. عندنا صورة أخرى اللي هي الصليب كباني للكنيسة. وظيفة الصليب في الكنيسة تتجاوز موضوع حمايتها، هي في الواقع بناء جماعة المؤمنين. بقوة الصليب يزداد عدد المؤمنين. يكتب مار أفرام: بالعصي صبغ وكسى حملانه الجديدة برموز، بالصليب زينت الأديرة، بصليب النور زدت عدد تلاميذك. يكتب عن الأناشيد عن جوليان سابا اللي هو واحد من الرهبان. كثر جوليانوس تلاميذه بقوة الصليب. جوليان سابا هو واحد الرهبان في القرن الرابع أو الثالث تقريبا، فمار أفرام كتب عنه أو كتب أناشيد عنه، فده يكتب إنه شون يوليان كثر عدد تلاميذه بقوة الصليب، سواء بإنشاء أديرة جديدة أو بنصب صلبان جديدة فيها أو بعيشه الصليب في حياته، مما كان سبباً في اتباع العديد من التلاميذ لخطى هذا الراهب القديس. كما نفهم في نشيد آخر اللي بها يوصف يوليان بأنه من وضع الصليب في جسده فأصبحت إرادته صليباً له، فأشرق الصليب من جسده وأعماله. صار هو مصدر لهذا الصليب. يعمق أفرام دور الصليب في الكنيسة إلى درجة أنه أصبح دليلاً على وجود الكنيسة. ففي إحدى عظاته عن الرهبان يكتب: حيثما وصل أحدهم وضع صليبه فأصبح ذلك المكان كنيسة. إن تأسيس الكنيسة بالصليب لا يمكن إلا باتباع مثال الرب. لقد بنى الرب بنفسه كنيسته بالصليب. مع ذلك لا ينبغي فهم هذا القول المتعلق بتأسيس الكنيسة أينما وجد الصليب بمعزل عن الأساس الصوفي للكنيسة في اللاهوت المشرقي. فالصليب يعمل في الكنيسة من خلال حياتها الأسرارية فقط. الرابط بين الكنيسة والصليب هو المعمودية والإفخارستية. يعمل الصليب في الكنيسة من خلال المعمودية والإفخارستية، ولكن أيضا من الصحيح أنه أيضا بدون الصليب لا توجد معمودية ولا إفخارستية، وبالتالي بدون الصليب لا توجد جماعة إفخارستية، فلا توجد كنيسة. فالصليب إذن هو طريقنا إلى الإفخارستية، والإفخارستية تجعل الصليب حاضراً في حياتنا. لذلك مار أفرام في شرحه للدياطسرون يرشد الراغب في الاقتراب من مائدة الإفخارستية. يقول: مدوا أيديكم إلى الصليب حتى يمد الرب المصلوب أيديه إليكم، فمن لا يمد يديه إلى صليبه لا يستطيع الاقتراب من مائدته. جميع تلك الممارسات كالصلوات والسهرات والصوم اللي يطلق عليها الباحثين الممارسات الرهبانية هي علامات على المسار الروحي للصليب، لكنها لا تقتصر فقط على الأديرة. فمثلا في مثل الرجل الغني والعازر مار أفرام
يفسرها أن الرب قصد بالرجل الغني كهنة اليهود، وبالعازر قصد تلاميذ الصليب. ثم ينصح مار أفرام تلاميذ الصليب بما يلي: حيثما يكون كنزك ينبغي أن يكون قلبك أيضا، وبدلا من لبن وعسل الأطفال ينبغي أن يكون لديك مسامير وصليب الكاملين. وفي إحدى أناشيده يستنتج مار أفرام من صلب الرب أن على كل إنسان أن يصلب نفسه على مذبح المحبة، فيقول: في ذلك الوقت صلبوك على الخشبة يا رب، واليوم فليصلب كل إنسان نفسه على المحبة. ستحل الأصوام محل المسامير، والوصايا محل الأشواك، في أناشيده عن الكنيسة. في هذا الصدد يميز الصليب الحياة اليومية لكل مسيحي، وخاصة أولئك الذين يكرسون أنفسهم للرب بطريقة تجعل حياتهم مشابهة للصليب. فيشيد مار أفرام مثلا بجوليان سابا الذي صلب روحيا 50 عاما، صلب روحيا، فكتب: من المدهش كيف كان كافيا تماما للجميع، للسهر الطويل والصوم الطويل وصلاة النهار كله ولرثاء كل حياة، لقد تحمل الصلب طوال الوقت وانتصر. فهذه الممارسات إذن ليست سوى الصليب الذي تحمله المسيح نفسه، وقد وضعه المسيح شرطا لكل من يريد اتباعه، وخاصة لمن يعيش طبعا حياة رهبانية، حيث في عظاته يوضح مار أفرام أن الصليب الذي يطلب المسيح من الراغبين في اتباعه أن يحملوه هو إرادتهم المستعدة جيدا لمواجهة جميع الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأ نتيجة اتباع طريق الصلب والحياة الرسولية. ولا شك أنه في هذا الكلام تطور لفكر القديس بولس في غلاطية 6:14 لما يقول، وسمعناها من الشماس: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. لذلك روحيا لا يربط الصليب دائما بهذه الممارسات اللي تدعم الحياة الرهبانية وتقود النفس إلى الرب، وإنما أيضا يشير مرات إلى الأفكار والشكوك المزعجة التي تسبب انقساما في النفس وتضلها. في هذه الحالة يمكن أن يكون الخلاف صليبا مخفيا، بينما يصبح الاستجواب محل المسامير، ويصبح التخلي عن الإيمان هو الهاوية. النقطة الأخيرة: الصليب كحدث أواخري. مثل ما قلنا أنه الحدث الأواخري أو الإسكاتولوجي اللي هو نؤمن أنه راح يصير لكنه بعد ما متحقق، اللي هو حيصير في المجيء الثاني. لا يكتمل عمل الصليب إلا بعودة المسيح إلى الآب، مقدما له عمل الصليب الخلاصي. ومن السمات الرئيسية في اللاهوت المشرقي هو انعكاس الجانب الأواخري للصليب بوضوح في روحانية الكنيسة وحياتها الليتورجية، وكل شيء يبلغ اكتماله في العالم الثاني اللي هو عالم الروح. تتجلى رموز وأنماط العهد القديم في تجسد المسيح وخدمته الخلاصية، لكنها لا تتحقق إلا عندما يصبح الله الكل في الكل في عودة المسيح إلى الآب بواسطة صليبه.
لذلك في كتابات الآباء المشرقيين يعامل الجانب الأواخري للصليب بنفس القدر الذي يعامل به الجانب التاريخي اللي كان الماضي أو المقدس اللي كان الحاضر، ووفقا لهم لن يعرف الصليب ويختبر بالكامل إلا في الفردوس، حيث تجتمع البشرية تحت ظل جناحيه لتنعم بحضور الرب في حياة أبدية. يتحدث الآباء عن المسيح المصلوب بدلاً من الحديث عن من صلب، فبدلاً من التركيز على الصلب كحدث تاريخي يركزون على من أصبح صلبه جزءاً من شخصيته حتى بعد قيامته. ويعود ذلك طبعاً إلى بولس اللي كتب إلى أهل كورنثوس في رسالته الأولى إصحاح 2 الآية 2: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لذلك نرى الآباء المشرقيين يكتبون عن الصليب أكثر مما يكتبون أحيانا عن القيامة، فما كانت القيامة بالنسبة لهم إلا لتكشف عن النصر الذي تحقق بالصليب. المفاعيل الأواخرية للصليب هي أنه يفتح الطريق إلى الآب، فغاية رسالة المسيح الخلاصية هي إعادة البشرية إلى الآب. على الصليب تحقق هذا الهدف الإلهي. الصليب هو ساعة تمجيد يسوع، مجد ليمنح الحياة الأبدية للجميع. هذه الحياة الأبدية تكمن في معرفة أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد مع يسوع المسيح الذي أرسله. لذا من واجبنا أن ندرك أنه بالصليب فقط سنمجد مع الرب. في جرن المعمودية نستعيد، يقول مار أفرام، رداء المجد الذي فقده آدم وحواء في الفردوس عند السقوط. فالصليب يسهل عودتنا إلى الآب. كيف يسهل؟ بطريقتين. أولاً إنه يحرس طريقنا حراسة إلى الحياة الجديدة. فالصليب هو الوسيلة التي بها ينتقل المؤمنون إلى الحياة الجديدة، لكن لتحقيق تلك الحياة الجديدة على الأموات أن يقاوموا الموت ويتغلبوا عليه. لذلك ينصحنا مار أفرام بختم موتانا بعلامة الصليب ليتغلبوا على الموت الثاني ويدخلوا الحياة الجديدة. فيكتب مار أفرام في أناشيد نصيبين: أمر أحد الملائكة فختم علامة الخلاص على جباه الأبرار، فخجل الختان لما رأى الختم الخفي الذي غلب. اختموا موتاكم بالصليب ليتغلبوا على الموت الثاني. بحسب العديد من الآباء هذا الختم هو ختم الروح القدس الذي يمنح في سر التثبيت. لكن مار أفرام يقترح هنا نوعا آخر من المسحة، فهو يقترح ختم الموتى، ويمكن تفسير هذا على أنه الموتى في الخطيئة، أي الخطأ الذين يجب تعميدهم وتثبيتهم للنجاة من الموت الثاني. الوسيلة الثانية هي أن الصليب يفتح الفردوس. لا يقتصر دور الصليب في حياتنا بعد الموت على اصطحابنا إلى الحياة الجديدة، بل يمكننا من العيش تلك الحياة في الفردوس. هذا يصبح ممكنا بفتح باب الفردوس الذي أغلق بعد طرد آدم منه. إن الصليب هو الذي يفتح ذلك الباب لكونه المفتاح والرمح الجديد. يكتب مار أفرام: لأن الملك يحمل الصليب وهو مفتاح باب الفردوس، سيفتح لكم بابه العظيم بمفتاح إشارة الصليب. أعتقد الكل يتذكر لما نسوي القياسة يوم الثاني، لما القياسة يطلع الصليب، اللص يطلع الصليب ويدخله إلى الفردوس، الملاك الحارس يدخله، لأنه دا يقول أنه أنا مع المفتاح، مع الإشارة اللي بيها أقدر أدخل إلى الفردوس. هي نفس الصورة بالحقيقة.
الطريقة الثانية التي يسهم بها الصليب في فتح باب الفردوس هي كونه رمحا جديدا. هذا الرمح الجديد يناقض الرمح القديم، رمح الكروبيم اللي كان يحرس باب الفردوس بعد السقوط. يكتب مار أفرام في أناشيد الصلب: طوبى لك أيها الخشب الحي، لأنك صرت رمحا مخفيا للموت. بالرمح الذي جرحه دمر الابن الموت، برمحه أوقف الرمح، محى غفرانه سجلنا. الفردوس سعيد لأن الغرباء والمهتدين قد عادوا إلى ديارهم. هنا ده يذكر مار أفرام 3 رماح. الرمح الأولى اللي جرحت المسيح على الصليب، نتذكرها في إنجيل يوحنا. الثاني الصليب نفسه الذي صار رمحا خفيا لإبادة الموت. والرمح الثالث هو الرمح الذي كان يحرس الفردوس. لذلك بهذا الإطار وبهذا المفهوم يربط الصليب أيضا بالمعمودية اللي يفهمها الآباء المشرقيين عادة على أنها عودة إلى الفردوس، خاصة إذا ربطناها بالماء والدم اللذين خرجا من جنب المسيح على الصليب. تلك اللحظة على الصليب بالنسبة لمار أفرام هي ميلاد الكنيسة، لأن الماء والدم يشيران إلى سري المعمودية والقربان المقدس، وهما علامتا الكنيسة. راح أختم. في المسيحية المشرقية لاهوت الرموز بقى يلعب دور كبير في حياة الكنيسة، واللي الصليب يمثل هو المحور بالنسبة لها. ففي الصليب تتجلى جميع عناصر اللاهوت. يمكن القول بأن اللاهوت المشرقي هو لاهوت الصليب، فالصليب حاضر في ذهن الله منذ البداية. لقد غرس في جنة عدن شجرة المعرفة التي تسببت في موت البشرية، رمز يقف في تباين نمطي مع الصليب الذي يهب الحياة. من ناحية أخرى فإن شجرة الحياة التي غرست في الفردوس لتحيي من يقترب منها هي رمز للصليب الذي يحيي من يؤمن به. لذلك الصليب هو واقع حي ينعكس في حياتنا اليومية، وهذا ممكن لأننا نعيش في زمن طقسي يجعل ثمار الصليب حاضرة هنا والآن. مع ذلك يمكن الشعور بهذا الحضور بطريقتين مختلفتين. هناك طريقة إيجابية ننتفع من خلالها ببركات الصليب، حامياً بانياً للكنيسة، معلماً علامة سلام. وهناك أيضاً طريقة سلبية نختبر من خلالها الطريق الضيق الذي يقودنا إلى الصليب الذي يسبب سقوط أعدائه. إن البعد الأواخر هو ما يجعل الصليب أكثر أهمية. سنعرف الصليب ونختبره تماماً في الفردوس، حيث تجد جميع الرموز اكتمالها. سيفتح لنا الصليب الطريق إلى الآب بفتح أبواب الفردوس، وسيحرسنا في رحلتنا نحو الحياة الأبدية. سيقودنا إلى ملكوت السماوات لأنه علامة ذلك الملكوت وعلامة الملك الذي سيأتي ثانية. حينها فقط يكون الصليب قد أتم رسالته بإيصالنا إلى كمال خلاصنا الذي حققناه وعشناه في حياتنا الأرضية. هكذا يصبح الصليب. وراح أختم بكلمات مار أفرام: كل شيء في حياتنا الصليب سلاحنا وجدارنا، هو حياتنا ونورنا. الصليب يصالح ويجدد الجميع، يقدس الجميع. أصبح الصليب اختراقاً يصالح به الطرفان المتخاصمان. آمين. شكراً جزيلاً. أعتذر على الإطالة طبعاً. لا بالعكس، شكراً جزيلاً على هالمحاضرة اللي أضاءت لنا فكر مار أفرام عن الصليب بكل عمق وبساطة. إذا تسمح لنا سيادة المطران نفتح باب الأسئلة اللي يحب عنده سؤال أو استفسار. أوكي.
اللي عنده سؤال أو استفسار معين من سيادة المطران؟ أسأل سيدنا وأكل ويجيبني، هل الصليب يحملنا أن نكون دائما مظلومين ونقبل الظلم، أو هل الصليب هو تحرر من الظلم؟ شكرا. شكرا أبونا. أكيد الصليب هو تحرر بالحقيقة. الصليب، طيب احنا دائما أكيد بسبب فهمنا لكلمات الإنجيل أنه من يحمل صليبه ويتبعني، فكانت دائما احنا ماخذين الجانب السلبي أو المفهوم السلبي للصليب، وكأنه الصليب هو فقط أداة تعذيب أو هو أداة لتحمل الظلم. لكن بالحقيقة واللي شفناه حتى في كتابات مار أفرام أنه الصليب عنده أيضا الجانب الخلاصي اللي هو أيضا تحرر من الظلم، تحرر من الخطيئة، تحرر من القيود اللي هي أحاطت بالإنسان بعد الخطيئة. لذلك الصليب هو ليس فقط أداة حتى نفكر، يمكن احنا لأنه أزماتنا كثيرة فنفضل دائما أنه نحكي عن الصليب كأداة أو بمفهوم السلبي خلينا نقول، لكن بالحقيقة الصليب له إيجابيات أيضا كأداة خلاص، كأداة تحرر. أكيد. شلون نتحرر؟ بالصلاة بس؟ بالحقيقة مثل ما قلنا إنه، ومثل ما حتى مار أفرام مثل ما قدم هنا، إنه هي في تكامله مع الأسرار. ليس فقط إنه الكنيسة بالحقيقة أيضا عندها نظرتها في تحرير المظلومين، في نصرة المظلومين، بالنسبة بما يخص أيضا تحقيق العدالة، حل الأزمات. بالحقيقة الكنيسة لها دور في كل هذه الأمور، وكل هذا هو جاي من إيماننا المسيحي ومن كون الصليب هو فعلا علامة تحرر وعلامة انتصار للمسيح على الخطيئة. الله منع آدم وحواء من أن يأكلون من كل الأنواع من الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. ليش شجرة معرفة الخير؟ هل اكو مشكلة أنه آدم وحواء كان إذا عرفوا الخير والشر من ثمرة معرفة الخير والشر، ويقول نعم. إذا ثمرة معرفة الخير، وش المشكلة يعني؟ أنه آدم وحواء إذا عرفوا الخير والشر، يعني شيء رمزي، هي ماكو تفاحة، جماعة ما تقول تفاحة، ماكو تفاحة. فيما يخص بالحقيقة أكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخير والشر، واللي مار أفرام دا يحاول أنه يقدم لنا تفسير، بالحقيقة هو تفسير كثير ذكي بهذا الخصوص، أنه ما كانت المشكلة هي في أكلهم من شجرة معرفة الخير والشر، بقدر ما كانت اختبار لحرية الإنسان، إنه الإنسان شنو راح يختار. لذلك هو وضع خيارين: شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الحياة. لذلك دا يقول حتى مار أفرام إنه شون بعد ما أكلوا، بعد ما أنه وقعوا في هذا الخطأ، وأنه أساسا هو أعطاهم وصية بعدم الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. لذلك كانت خطيئة آدم وحواء إنه لم يسمعوا وصية الله. مار أفرام هيك يفسرها، إنه المشكلة كانت، الخطيئة كانت في عدم سماع وصية الله، وأنهم كسروا الوصية وأكلوا من هذه الشجرة. لذلك هاي كانت الخطيئة اللي وقع بها آدم وحواء. بعدين إنه لما صارت الخطيئة مثل ما دا يقول إنه أخفى شجرة الحياة رحمة بالإنسان، لأنه بعد ما وقع بالخطيئة، بعد ما صار الإنسان خاطئ، إنه حتى لا يستمر إلى الأبد في هذه الخطيئة، جاء الموت محررا الإنسان من ثقل الخطيئة اللي وقع بها. لذلك هي مو بالحقيقة المشكلة شنو اللي أكلوا، وإنما
أنه هم كسروا وصية الله. شكرا سيدنا فران على هذه المحاضرة القيمة. السؤال الأول، يقال عن صلب المسيح بأن صلب المسيح بهذه الطريقة مع الاثنين اللي مع اللصوص هم آخر من صلبوا بهذه الطريقة في الأراضي المقدسة. السؤال الثاني، نسمع عن اسمه الصليب الحي، وين موجود هاي الآثار مع الصليب الحي في العالم؟ شكرا. السؤال الأول كان بخصوص المصلوبين اللي صلبوا بهذه الطريقة بالأراضي المقدسة. في الأراضي المقدسة. نعم. هاي المعلومة ما أعرفها بالحقيقة، إذا كانوا هم آخر الناس. بالنسبة لذخائر الصليب أعتقد موجودة في كنيسة الصليب المقدس في روما إذا أنا مو غلطان. تم نقلها بالحقيقة، ولكن أعتقد أنه أكو ذخائر في كنائس أخرى أيضا، لأنه أعتقد أيضا كنيسة روما الكنيسة الكاثوليكية أعطت أيضا قسم من الذخائر إلى بقية الكنائس إذا أنا مو غلطان. شكرا جزيلا سيادة المطران. أكيد أطلب من الأخ الأسقف الأب يوسف ياقو أنه يتفضل ويهدي كأس أو درع المشاركة والتقدير مع باقة الورد لسيادة المطران مار أبرس. أكيد الآن ندعوكم جميعاً للانضمام والمشاركة في ركن الأكلات الشعبية لتذوق أشهى المأكولات التراثية والاستمتاع بأجواء المحبة والفرح، وأيضاً لافتتاح بطولة كرة المنضدة التي ستقام في قاعة الكنيسة. شكراً جزيلاً لحضوركم.